السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة وصفات مباراه. اليوم جيت نشارك معكم ميني بيتزا بطريقة مختلفة وبشكل جديد وبغاية اللذة وسهلين وسريعين في التحضير ولذاذ ومذاقهم كيجي هائل رائع. كيف ما كتلاحظوا انا حضرتهم بخبز توست عوض العجين. كما قلت كيجيو سهلين وسريعين وكيجيو مقرمشين وفي دقائق معدودة كتحضريهم كيجيو لذاذين بزاف. دابا ننتقلوا باش نتعرفوا على المقادير مع طريقة التحضير. كنحتاجوا فيها طماطم محكوكة، فلفل احمر، جزر، بصل، فلفل اخضر مقطع شرائح و 200 غرام من الكفتة. في اناء كنوضعوا 2 معالق كبار من زيت زيتون، كنضيفوا لهم جميع الخضر وكنوضعوهم يطيبوا مدة ديال 10 دقائق حتى كيطيبوا ويدبالوا ويتشحروا مزيان. كنضيفوا لهم مجرد الملح. بالنسبة لاصوص طوماط كناخذوا طماطم كنضيفوا ليها الملح حسب الذوق، كنضيفوا ليها ملعقة كبيرة من التحميرة، ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الابزار، وكنضيفوا ليها زيت زيتون وقليل من الزعتر وكنديرهم يطيبوا مدة ديال 10 دقائق. في نفس الوقت كناخذوا الكفتة وكنشحر مدة ديال 7 دقائق. في نفس الاثناء كنكون خديت الخبز ديال التوست وقطعته شرائح ووضعته في صفيحه كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه. من بعد ما كتوجد لي لاصوص ديال الطوماط كناخذ لاصوص وكنبدا ندهن الوجه ديال الخبز التوست، ومن بعد كناخذ الخضره اللي شحرت من قبل وكنوضعها من الفوق لاصوص الطوماط بهذه الطريقه. كيف ما كتلاحظوا كنبقى بهذا الوتيره حتى كنكمل جميع القطع ديال الخبز. من بعد كناخذ الكفته اللي شحرت من قبل وكنوضعها فوق الخضره المشحره بهذه الطريقه، من بعد شرائح ديال فلفل اخضر اللي شحرتها هي في زيت الزيتون والقليل من الملح وكنوضعها فوق الكفته. ومن بعد كنضيف ليها الزيتون الاسود والزيتون اخضر مقطع وكنوضعهم من الفوق. كنضيف ليهم من بعد الفخوماج والقليل من الزعتر. من بعد ما كنكون ساليت الحبات ديال التوست في التعمار كيف ما كتلاحظوا كندخلها للفرن يطيبوا مدة ديال 10 دقائق فقط على نار متوسطة. من بعد ما كيوجدوا ليا لي ميني بيتزا كنقدمهم مع لا سوب بهذه الطريقة. كيف ما قلت كيجيو لذاذين والرائعين والسهلين وفي دقائق معدودة حضرناهم. كيف ما قلت يمكن لكم ترافقوهم مع اي سوب كتفضلوها او لا عصائر. يمكن لك تحضري هذه الوجبة للغداء او العشاء او لا الاطفال بالنسبة للمدرسة او للعمل. كيجيو منتهى اللذة والرائعين وما تندميش الا جربتيهم. كيف ما قلت كيجيو لذاذين ومقرمشين كيف ما كتلاحظوا. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك، ابوني وشير وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.